تعرفكم ازاي تاخد تأشيرة رومانيا بعد دخولها لمنطقة الشنجن ولمدة أسبوعين وبدون شرط الحساب البنكي وبدون شرط اللغة وبدون شرط الخبرة وبدون حتى سن محدد، وأعرفكم طريقة التقديم ازاي اونلاين، وتقدر تقدم كمان من بيتك ومن موبايلك وبدون أي رسوم. يعني انت اللي هتقدر تقدم بنفسك وبخطوتين بالظبط. ولو عايز تعرف أكتر عن تأشيرات سهلة لأوروبا يا ريت تاخد لك لفة في قلب القناة، هتلاقي دول كتير وفرص كتير سهلة وبدون شرط الحساب البنكي. بس يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا عارفين يا جماعة ان دخول رومانيا لمنطقة الشنجن، فانت التأشيرة اللي هتاخدها من رومانيا هتسهل لك بعد كده ان انت تقدر تدخل بيها وتتنقل لأي بلد اوروبي. يعني ممكن تاخد تأشيرة رومانيا اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة ولمدة اسبوعين، وتقدر تتنقل بيها لأي بلد سواء ايطاليا او فرنسا او اسبانيا حتى. يعني ليك 29 دولة. فعشان كده أنا حبيت أقدم لكم فرصة النهاردة، وهي طريقة سهلة تسهل لك دخولك لرومانيا وبدون شرط الحساب البنكي وبدون شرط السن كمان، وحتى الخبرة مش هتبقى مطلوبة منك. واللغة برضو يا جماعة، يعني لما تيجي تقدم على الفرصة ديت هتلاقيها سهلة من كل شروطها. الطريقة اللي هنتكلم عنها النهاردة يا جماعة هي موفرة لك الإقامة والتأشيرة لمدة أسبوعين في قلب رومانيا وبدون أي رسوم تدفعها. يعني التقديم مجانا، وتقدر زي ما قلنا تقدم من موبايلك وانت قاعد في بيتك. هترفع برضو الأوراق اللي احنا هنذكرها دلوقتي. هتوفر لك برضو السكن والمأكل والمشرب، والتنقلات هتبقى برضو عليهم. يعني حاجة جاية لك كده على الطبطاب. الطريقة ديت يا جماعة تبدأ من يوم 11 أغسطس لغاية 25 أغسطس من نفس الشهر. يعني من يوم 11 ل 25 أغسطس اللي هي مدة أسبوعين بالظبط. آخر ميعاد للتقديم على الفرصة ديت يوم 20 مايو. يعني التقديم فاتح دلوقتي، يعني لو انت حابب تقدم برضو دلوقتي تقدر تقدم لغاية يوم 20 مايو. الفرصة ديت مقدمها جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية. يعني كده احنا فهمنا ان هي مستهدفة فئة معينة اللي هم الطلاب يا جماعة. يعني بيقول لك لأي طالب أكاديمي إن كان بيدرس أو خريج من أي جامعة أو مع ماستر أو مع دكتوراه وحابب ان هو يقدم في الدورة الصيفية اللي هي مدتها أسبوعين، موفراها الجامعة دي، هي جامعة بوخارست. يعني الشرط اللي هيطلب منك عشان تقدم طبعا وتاخد تأشيرة رومانيا لمدة أسبوعين إن أنت لا إما تكون بتدرس في قلب جامعة، أو إن أنت تكون خريج جامعة، أو إن أنت يكون معاك ماستر، أو إن أنت برضو يكون معاك دكتوراه. ودي الشرط الأولاني عشان الناس لو سألت إيه هي الشروط بالظبط. الشرط التاني يا جماعة إن أنت يكون معاك شهادة جامعية أو خريج طبعا جامعي، او لسه بتدرس طبعا في قلب الجامعه، او معاك شهاده فيما بعد الجامعه اللي هي الماستر والدكتوراه. وزي ما قلنا يا جماعة التقديم مفتوح لحد يوم 20 مايو 2024. يعني 20/5/2024. التقديم متاح لجميع الجنسيات العربية ومن أي بلد تاني عادي. الفرصة ديت هتوفر لك يا جماعة، قلنا بتوفر لك إقامة وتأشيرة ولمدة أسبوعين. هتوفر لك تنقلاتك من بلدك لغاية ما تدخل برضه رومانيا. هتوفر لك هناك وجباتك، وهتوفر لك السكن، والتنقلات برضه هتبقى عليهم من يوم 11 لغاية 25 أغسطس. الأوراق بقى اللي هتطلب منك عشان تقدم على الفرصة ديت، او لما تيجي تقدم على الفرصة ديت، انت عادي بتدخل بتعمل مقال محدد خاص بموضوع عن الاقتصاد، بجانب ان انت هتقدم طبعا السيرة الذاتية بتاعتك. وانا هسيب لكم الرابط بتاع المقال ده، اللي حابب يعمل المقال ده اونلاين هسيب لكم الرابط في قلب صندوق الوصف. بعد كده بترفع السيرة الذاتية وخطاب تحفيزي، وبتبعتهم طبعا على ايميل بتاع الجامعة. وبرضه ايميل للجامعة هيبقى موجود في قلب صندوق الوصف مع الرابط. الرد هيكون امتى؟ هيكون يوم 1 يونيو 2024. يعني مش هتطول، يعني خلال مدة شهر بالظبط هيكون الرد عندك. يعني انت برضه هتسجل بايميلك. خدوا بالكم لازم تكون مسجل او حاطط ايميل فعال انت شغال عليه وبتستقبل عليه رسائل. هم هيدرسوا طبعا الملفات المرسلة، وهيجيبوا لك بقى مسألة القبول او لا قدر الله الرفض يوم 1/6/2024. وفي حالة تم قبولك بإذن الله هم هيتكفلوا زي ما قلنا بكافة مصاريفك من لحظة تنقلاتك من بلدك لغاية أما تدخل رومانيا. ومن لحظة دخولك رومانيا هم هيبقوا مسؤولون عنك خلال أسبوعين بس. يعني هم هيتكفلوا بكافة مصاريفك خلال مدة الأسبوعين اللي هتبدأ فيهم الدورة من يوم 11 ليوم 25 أغسطس. ودي طبعا أسهل فرصة ليك، أو أسهل فرصة لأي حد بيدور على طريقة سفر لأي دولة أوروبية وبدون حساب بنكي وبدون أي شرط تاني خاص سواء باللغة سواء بالخبرة.
تعالوا بقى نعرف طريقة التقديم أو هتقدم إزاي بالظبط خطوة بخطوة. أول حاجة أنت بتدخل على الرابط اللي هيبقى موجود طبعا في قلب صندوق الوصف، بتظهر قدامك صفحة زي اللي موجودة قدامك دلوقتي، بتختار اي جري وطبعا هتدخل بالايميل بتاعك. هيفتح معاك طبعا الابليكيشن وهتختار فول سكولارشيب، طبعا اللي هي الابليكيشن فول سكولارشيب ابليكيشن اللي انا معلم لك عليها دلوقتي، وبتسجل طبعا بياناتك. بعد كده بتعمل خطاب تحفيزي وسيرتك الذاتية، وبتستنى الرد اليوم 1/6/2024. وقلت لك لو تم قبولك هم بعد كده يوفروا لك كل حاجة، هيوفروا لك التأشيرة، هيوفروا لك الإقامة، تنقلاتك، يعني خلال مدة الأسبوعين أنت مش متكفل بأي حاجة تصرفها من جيبك. التأشيرة ديت هتسمح لك طبعا إن أنت تتنقل ما بين أي دولة أوروبية. لو أنت حابب تروح أي بلد أوروبية تانية هتسمح لك برضو إن أنت تقدر تدور على شغل هناك. لو حابب تقدم برضو لجوء في قلب رومانيا، يعني من الآخر حاجة جاية لك كده زي ما قلنا على الطبطاب، مش هتدفع فيها أي فلوس. الشرط الوحيد إن أنت لا إما تكون بتدرس في قلب جامعة، أو إن أنت تكون خريج أي جامعة، أو خريج ما بعد الجامعة، معاك بكالوريوس، معاك دكتوراه، معاك ماجستير، تقدر تقدم عليها. وبثلاث أوراق بس، هي إن أنت تعمل خطاب تحفيزي، إن أنت تعمل سيرة ذاتية، وتملأ الأبليكيشن الخاص طبعا، وتستنى الرد يوم 1/6/2024. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار يا ريت إن تسيبوا لنا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا ليكم وبس كده.